طبختنا اليوم يا صديقي المتابع باستة اللغاويص حبيبي، ولغوصني يا ملغوص، شيء من العيار الثقيل. شوف 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 يا 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 لازم تتابع الخطوات وتطبق هذه الطريقة اللذيذة. الخطوة الأولى بتجيبوا لكم قدر فيها كمية من الماء الحار اللي بادي يغلي معانا، وبضيف لي كيس واحد من المعكرونة، وبضيف فوقها مكمشة واحدة صغيرونة من الملح، وبضيف لي أيضا تقريبا فنجان من الزيت. يا سلام. وبجلس اخلطهن كذا مع بعضهن البعض قليلي قليلي، وبخليه لين ما يبدأ يغلي معاي على نار عالية. من يغلي معاي بحسب لها فقط 10 دقائق على نار عالية. الخطوة الثانية بتجيبوا تاوة بتحطوها على النار، من تحر معاكم بتصبوا كمية من اللي هو زيت الزيتون او الزيت العادي، يعني كمية قليلة، وبتضيف لك راس بصل. يا سلام، راس بصل مقطع صغيرون صغيرون، وتجلس عاد تحمسه قليلي قليلي. عقب ما حمسنا البصل بجيب لي مكمشة واحدة كبيرة بالقياس هذا من معجون الثوم والزنجبيل، معجون الثوم والزنجبيل، وبضيفه، ومرة بجلس احرك فيه قليلي قليلي مع البصل بهذا الشكل يا صديقي المتابع. باقي تاو مرة، وبضيف لي كوطي واحد من التونة، كوطي واحد من التونة. يا سلام. وبجلس اكسرها بهذا الشكل واحمسها مرة قليلي قليلي مع البصل والثوم والزنجبيل بهذا الشكل. مرة بقي وبضيف لي حبة من معجون الطماط بهذا الشكل. يا سلام. وبصب مرة هنا معاي كوب من كريمة الطبخ، كوب من كريمة الطبخ بصبه بالكامل. سلام. وبجلس احرك فيهن مع بعضهن البعض بهذا الشكل يا صديقي المتابع. يا سلام سلم. وبخليها عاد لين ما اشوفها تبكبك معاي، يعني تغلي. من يغلي معاي بجيب لي هنا مكمشة واحدة صغيرونة لكل من البابريكا والملح والفلفل الاسود، وبضيفن، وبضيف لي ايضا نص كوب من الحليب السائل، نص كوب من الحليب السائل. ومرة بجلس احرك فيهن مع بعضهن البعض بهذا الشكل، ولين ما اشوفه بدأ يبكبك معاي، يعني يغلي. شوف بهذا الشكل يا صديقي المتابع. وبجيب الباستا بعد ما سلقناها وجهزت معانا ونشفنا منها الماء، وبضيفه فوق الصوص اللي انا سويته. يا سلام. وبجلس عاد امكسه مع الصوص لين ما تمتزج معاي، يعني لين ما يمتزج الصوص مع الباستا بهذا الشكل يا صديقي المتابع. شوف شوف وشوف، ويا سلام سلم. وبجيب لي صينية تدخل الفرن، وبجيب لي ألمنيوم، وبحط الألمنيوم بهذا الشكل يا صديقي المتابع. وبجيب هنا الباستا، شوف بهذا الشكل، وبضيفه يا طويل العمر داخل الصينية. يا سلام سلم. وبساويها سيدة بهذا الشكل. شوف 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 شوف. يا سلام. وفي الأخير بقي وبضيف لي جبن موزاريلا، بضيف لي عليها جبن موزاريلا من فوق بهذا الشكل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
كلها تراتيب دنيا. عقب ما ضفت الجبن بكفل عليها زين ما زين بهذا الشكل من جميع الجوانب. حتى وجيت ودخلت الصينية داخل الفرن. طبعا مشغل الفرن فقط من فوق على نار عالية، وبخليها مدة 10 دقائق وبتكون جاهزة معانا. نقولكم حان وقت النطعة.